السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على أحلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نعمل أحلى وصفة كنتاكي وبطريقة سهلة جدا. وزي ما انتم شايفين هنبدأ بالفيديو على طول. أول حاجة نسمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يلا بقى حطي لايك واشتركي في القناة لو ما اشتركتيش، وتعالوا مع بعض نشوف الوصفة عبارة عن ايه. عندي هنا كيلو من أجنحة الدجاج زي ما انتم شايفين كده، منقوعة بليمون وملح. ما بحطش خل خالص عشان الخل بيعمل زفارة للفراخ. تمام. انا نقعاها بمية عادية خالص بملح وليمون بس بعد ما اتغسلت اكتر من مرة. خلاص. نيجي مع بعض بقى نعمل المحلول التاني اللي هو عبارة عن ايه: ملح، ورق لوري، وقرنفل وحبهان، وعندي نص كوباية من السكر، وعندي بصلتين مقطوعين قطع كده زي ما انتوا شايفين. هنحطهم برضو. كل الأطعمة اللي احنا حاطينها دي الفراخ هتاخد من طعمها كده وهي منقوعة فيها لمدة لا تقل عن 3 4 ساعات بالكتير. يا اما تعمليها من بالليل وتسيبيها تبات كده في التلاجة في محلول النقع اللي احنا حاطينه ده لحد الصبح، وبعد كده استخدميها. انا عملتها في نفس اليوم بس سبتها 3 4 ساعات كده منقوعه في التلاجة. ودي خدت من طعم البصل والتوابل اللي احنا حاطينها، توابل صحيحه مش مطحونه، علشان تديك الطعم اللي احنا متعودين عليه في كنتاكي زي ما انتوا شايفين كده. هحط دلوقتي الفراخ دي طبعا بقى سواء أجنحة، سواء دبابيس أو قطع وراك أو صدور زي ما انتوا عايزين. أي حاجة تتنقع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا مغسولة كويس ونقعناها بليمون وملح، وكنا دعكناها بالدقيق، شطفناها، حطيناها في المحلول ده. المحلول ده بياخد من طعم الحاجة اللي انت حطاه فيها. تمام. هحط الفراخ كلها اللي عندي، وبعد كده هقفل عليها كده بالستريتش علشان ريحة البصل بس والتلاجة. وطبعا الروايح بتاعت التتبيلة نفسها ما تبقاش خارجة في التلاجة. هقفل عليها بالستريتش كده واسيبها لمدة 3 4 ساعات. يعني انت لو قمتي الصبح وعملتيها في نفس اليوم هتعمليها الصبح، وعلى اخر النهار هتسويها كده وتبقى حلوة معاكي. تمام. احنا عارفين طبعا كل اسعار الاجنحه والكلام ده اللي هي الكنتاكي او الكوكي والكلام ده كله اسعاره عامله ازاي بره. وطبعا ما بيبقاش نظيف وما بيبقاش صحي، وكمان ما بيبقاش معمول بطريقه صحيه. واغلبيه الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره ما بتبقاش حلوه. بنيجي نفتح الفراخ تلاقيها مش نظيفه من جوه وريحتها زفره. فطبعا زي ما انتوا شايفين مفيش انضف من اللي احنا بنعمله في البيت. زي ما انت شايفه كده انا عملتها بالاسترتش كده، هسيبها في التلاجة لمدة 3 4 ساعات كده، وبعد كده نيجي نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وتحطي اللايك بتاعك الجميل وتكتبوا لي بتتابعوني من اني بلد. وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعدها. هنعمل العجينة بتاعة الفراخ. لو انتم ملاحظين لون المية بتاعة التتبيلة غمقت شوية، ده دليل ان التوابل نزلت الفوائد بتاعتها في المية، وطبعا الفراخ بتشرب منها زي ما انت شايفة كده. عندي هنا الفراخ شلتها من التتبيلة، انا مش هتفتوش، شلتها من التتبيلة وصفتها بالشكل ده. بصوا. ده الخطوة اللي احنا عملناها دي تغنيك اللي انتي تدي الفراخ سلقة. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، وعندي كوباية من النشا، هقلبهم على بعض كده بالشكل ده. وبعد كده هنزل التوابل: توم باودر وبصل باودر، بيكنج باودر وبابريكا وسنة من الشطة، وعندي فلفل اسود، وعندي توابل فراخ. تمام. هحط التوابل دي كلها على الدقيق والنشا، هقلبهم كويس بالشكل ده. وهقلبهم وهاخد منهم شوية لوحدهم كده، وهخلي الباقي للعجينة بتاعة الكنتاكي. تمام. بالشكل ده هقلب بس التوابل كويس عشان تبقى كلها واخدة من طعم بعضها بالشكل ده كده. هنقش شوية بقى كده عشان اعمل العجينة. هنزل نص كمية الدقيق بالشكل ده،
وعندي هنا 3 بيضات هحطهم على العجينة السايلة اللي احنا هنعملها. تمام، متخافيش من زفارة البيض. احنا حاطين توابل وحاطين كمية يعني فلفل اسود في التتبيلة حلوة، مش هتخلي في اي حاجة. كده قسمت الكمية. احط بقى شوية البيض اللي هما ال3 بيضات بالشكل ده، هدوبهم كده، وبعد كده ازود العجينة مية بحيث اللي انا عايزة العجينة تبقى عاملة زي قوام كده اللي اخف من الكيك شوية، علشان لما اغطسها في الفراخ كده، اغطس الفراخ فيها هتمسك عليها العجينة بالظبط. طبعا زي ما بنعمل زي ما المحلات بتعمل بالظبط، يعملوا العجينة دي علشان طبعا يكبروا كمية يعني قطعة الفراخ، وفي نفس الوقت الخلطة دي والعجينة دي بتخلي طعم الفراخ حلوة، بتخليكي تاكلي الفراخ نفسها. احنا طبعا عاملينها حرة، حاطين شطة حمرا علشان عايزينها حرقة شوية. لو عايزاها باردة ما تحطيش معلقة الشطة اللي احنا حطيناها. هدوب كده بالشكل ده، وطبعا اللون الاحمر ده من البابريكا اللي احنا حطيناها. هدوب كده، مش عايزه خليط خفيف علشان العجينه تمسك عليه، مش عايزه العجينه تنزل من على الفراخ بالشكل ده كده. طبعا الدقيق كل ما بتقلبيه وتزوديه سوائل بيتقل معاكي زي ما بنعمل الطحينه بالظبط. هدوب كده، اهم حاجه بس مبقاش فيه اي تكتلات في العجينه. بالشكل ده كده. ودوقي برضو الطعم بتاع الملح بتاعها، علشان طبعا الفراخ مش متملحه، هي اتنقعت في محلول ملح وسكر وكده، بس برضو طعم الملح بتاعها لازم يكون مظبوط. احنا حاطين ملح في الدقيق، وده الدقيق اتحط على العجينه زي ما انتم شايفين، ويتحط في الدقيق. بغطس كده واقوم حاطه بقى في الدقيق. وحاولي بقى ما تضغطيش يعني ما بنعملش زي البانيه كده، لا احنا بنحط العجينه زي ما انتم شايفين كده قطع الفراخ، وبنحاول ان احنا نقلبها في الدقيق. زي ما انتم شايفين كده بننطقها في الدقيق كده علشان تاخد طبقه الدقيق كتيره، عشان تبقى كريسبي كده لما شفناها في اول الفيديو بالشكل ده كده. لو لقيتيها ما شالتش كميه دقيق كتير، اعملي كمان مره تانية، يعني سقطيها في العجينه، وبعد كده سقطيها تاني في الدقيق، هتعمل معاكي طبقه تقيله بالشكل ده كده. هدلق برضو كده واحاول اغطسها في الدقيق، وبعد كده انطقها كده وارجع ارميها تاني علشان تشيل كميه دقيق كتير. زي ما انتم شايفين انا في الوقت ده كده انا مشغله على الزيت لازم يكون سخن. وبعد كده بعد ما بنسقط فيه الفراخ بنخلي درجة الحرارة هادية علشان الفراخ تستوي، ما تاخدش لون وبعد كده تبقى نية، لا عايزاها تبقى مستوية من جوه زي ما هوريها لكم دلوقتي. فبتحطيها فرن في زيت سخن الاول، وبعد كده بتهدي النار عليها. اعمل كده الكمية زي ما انتم شايفين، بعمل شويه حلوين يعني علشان على قد كميه الزيت اللي انا حاطاه. وطبعا لازم يكون زيت كتير كده غزير شويه علشان يبقى مغطي الفراخ، ما ينفعش تبقى قطعه الفراخ باينه من فوق. هعمل برضو كميه تانية. ممكن تغطسين كلهم في العجينه وبعد كده تشيلي القطع على طول بالشكل ده كده. طبعا احنا هنعمل النهارده معاها بطاطس محمره كده، ونقدمها مع مكرونه سباكيتي. طبعا دي احلى اكله ممكن الولاد يشكروكي عليها، بيعشقوا الفراخ الكنتاكي مع البطاطس المحمره. وطبعا بقى الاكله دي بقى لو انت هتجيبها من بره شوفي هتكلفك قد ايه. هو احنا كل اللي احنا يعني عملناه كله كيلو اجنحه فراخ، حسب مثلا عدد افراد العيله بتاعتك انت هتجيبي، مش هترتبطي بالحاجه اللي انا جايباها. يعني ما تجيبيش كيلو من الفراخ وتقولي انا عملت، لا. يعني شوفي حضرتك عدد الافراد اللي عندك قد ايه، وبناء عليه انت تجيبي كيلو 2 كيلو حسب الافراد اللي عندك. زي ما انت شايفه الزيت سخن زي ما انتوا شايفين، هنزل فيه الفراخ وبعد كده ههدي النار واغطي بغطا
علشان الفراخ تستوي على نار هادية كده، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها دم من جوه ومش حلوة. زي ما انت شايفة كده انا حطيت 4 قطع، هغطي بقى بغطا ونرجع بعد ما اللون بتاعهم يبقى ذهبي كده وحلو. واخدين بالكم من العجينة كده ابتدت تنشف على الفراخ. عايزة اقول لكم الريحة تحفة، ريحة التوابل وريحة الفراخ نفسها مع النقع اللي احنا عملناه مخلية ريحة القلي تحفة. انا اللي خلاني عملت الفيديو ده لان انا اشتريت من الاسبوع اللي فات كيس كنتاكي من بره بصراحة يعني، وندمت اللي انا اشتريته. انا عايزه اقول لكم والله، مش عايزه اقرفكم ولا حاجه، بس انا لقيته مش نضيف من جوه. الفراخ نفسها لما جيت احمرها، طبعا هو بيبقى جاي يعني متبل وكل حاجه، انت بس بتنزليه في الزيت بعد ما قليته كده. بيبقى نص مقلي كده، فبص بعد ما قليته لقيته مش نضيف خالص من جوه وما عجبش الولاد خالص. فاضطريت ان انا اعمل الوصفه دي. زي ما انتم شايفين كده الكيلو الفراخ عمل كميه قد ايه. وطبعا اكله بصراحه ولادك هيشكرك عليها جدا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله. عايزه اسمعكم الصوت، بس كنت كاتمه الصوت من الفيديو نفسه. صوت القرمشه فظيع جدا. هوريكم بقى الفراخ من جوه عامله ازاي. بصوا بس انا جيت مسكت دي لقيتها سخنه، كانت اخر واحده طالعه فسبتها. همسك واحده من اللي طلعوا الاول، يعني طبعا انا بحط يعني كميه بسيطه عشان كله يستوي. بصوا مفيهاش اي حاجه من جوه، مستويه في نفس الوقت نضيفه. وعايزه اقول لك تاكليها وانت مغمضه حاجه كده من الاخر، احلى من اي محل من بره، ولا احلى من كنتاكي كمان. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وبصوا انا مصممه اوريها لكم من جوه برضه. انا مبسوطه من المنظر بس والله، مبسوطه من المنظر ومبسوطه ان انا عملت حاجه نضيفه للولاد، بس مش اكتر من كده. وندمانه ان انا اشتريت من بره حاجه زي كده، واخر مره اشتري حاجه من بره زي كده علشان مش نظيفه بصراحه. وكفايه بس اللي هي بتبقى مجمده ويرجعوا يفكوها ويرجعوا يجمدوها تاني، يعني مش صحيه خالص اللي احنا نشتريها من بره. مش اي حاجه مجمده اللي احنا نشتريها من بره يا جماعه، والله عشان الولاد بس وصحتهم، احنا مش ناقصين حاجه اكتر من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وكنت ضيفه خفيفه عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم مع الوصفه الجميله دي. ويا رب تجربوها وتعجبكم وتكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.